الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي. صلى على النبي واعمل لايك للفيديو. ولو انت اول مره بتتفرج علينا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه جديده ننزلها يجيلك بيها اشعار. ويلا بينا نبدا الحلقه. الوداد المغربي بعد اكتساح تام لنادي صن داونز الجنوب افريقي بيصل لنهائي دوري ابطال افريقيا ليلاقي النادي الاهلي للمره الثالثه في اخر 3 4 5 6 سنين. انت فاهم انت وليه بقول الوداد المغربي اكتسح صن داونز مع ان النتيجه 2-2؟ ايه يا عم انت بتأفور؟ لا يا عم ما بأفورش. لو انت ما اتفرجتش على المباراة فلازم تبقى عارف ان الوداد المغربي عمل كل حاجة ممكن تتعمل في بريتوريا في جنوب افريقيا امام نادي صن داونز. فاندن بروك صاحب ال 43 سنة المدير الفني البلجيكي اللي بصراحة ابهرني وابهر كل الناس اللي اتفرجت على المباراة، ومش بس النهاردة، في المباراة اللي فاتت لو تفتكر الراجل قدر ان هو يهدد صن داونز في بعض الفرص، ولكن لعيبه الوداد المغربي كان ليها راي تاني، وبالاخص يعني زهير المترجي. هجيلك في نقطه زهير المترجي بس خليني ادي الراجل حقه. فاندن بروك اللي مسك نادي الوداد المغربي تقريبا من يوم 5/5، خلينا نقول يا سيدي من اول الشهر، الراجل ما كملش معاهم 30 يوم تقريبا، وعامل حاله قويه جدا وقدر ان هو يصعد بيهم لنهائي دوري الابطال بعد ما كل الناس اللي في الكون كله توقعوا وتخيلوا ان الوداد المغربي خارج البطوله من الادوار الاقصائيه اصلا من بدايتها. فاندن بروك اللي بدا مسيرته التدريبيه في عام 2014 ومسك فرقه في دوري الدرجه الثانيه في الدوري اليوناني، وبعدها بقى مسك الكاميرون وزامبيا وسيمبا التنزاني، ومسك كمان ابها السعودي قبل ما يجي للوداد في اول الشهر. مدير فني ذكي، مدير فني خبرته اكيد مش كبيره قوي لان الراجل اصلا سنه كله 43 سنه، ففي عالم التدريب السن ده ما اعتقدش ان هو بيبقى كبير بالنسبه للسن الرائج للمديرين الفنيين. ومع كل ده الراجل النهارده بيبهدل رولاني موكوينا على ارضه وسط جمهور. بدات المباراه بضغط عالي قوي جدا من نادي صن داونز، هجمه في الثانيه في الثالثه، ولكن الحارس المتالق حارس نادي الوداد المغربي لمطيع بيتالق وبيشيل كرات حرفيا هي سبب رئيسي في تاهل الوداد للنهائي. شالوليلي ومورينا اللي ما كنتش تقدر تفهم مركزهم ايه، المفروض ان الاثنين واحد جناح وواحد فيرود، لكن مورينا جوه تلاقي زواني جوه، ورولاني موكوينا دايما بيعمل كده، او بلاش موكوينا خلينا نتكلم على صن داونز بشكل عام، دايما الاستحواذ سمه من سماتهم، ودايما برضو اللامركزيه حاجه بتميزهم جدا. بدات المباراه تتشد اكتر، انذار في الثاني في الثالث للاعبي الوداد لحد ما بتيجي الفرصه الاقوى في بدايه المباراه. كره ثرو باس عالميه بتوصل لأوناجم اللي بيسند الكره بطريقه غريبه قوي، بيسندها بقصبه رجله، بتطول الكره سنه صغيره منه كده عشان يجي شوطها، يلاقي تاكلينج قوي جدا من مدافع نادي صن داونز. وهنا بقى نقدر نقول ان الوداد المغربي دخل في المباراه وبدا ان هو يضيع فرص تقدر تخلص له المباراه بدري. ضغط عالي من لاعبي صن داونز في الشوط الاول، ولو قلنا مين هو نجم الشوط الاول اكيد هنقول لمطيع اللي كان سبب رئيسي وقوي جدا في نهايه الشوط الاول بالتعادل السلبي. طبعا مكسب كبير للوداد ان هو يطلع من الشوط ده تعادل سلبي 0-0. اكيد انت بتلعب على بريتوريا في جنوب افريقيا، الاجواء بتبقى صعبه وبتبقى متوتره جدا. وهوبا ندخل على الشوط الثاني وقاعدين بنتفرج على الماتش عادي، وفي اعاده لهجمه من هجمات نادي صن داونز مره واحده بنلاقي زواني بيقطع الكوره وبيسجل الهدف الاول لنادي صن داونز في الدقيقه 50. لمطيع كان معاه الكوره ولعبها لوسط ملعب نادي الوداد المغربي، بتتقطع بضغط من نادي صن داونز وخطا من لاعب الوداد المغربي، بتترد عشان زواني يقدر يستغلها اقوى استغلال ويحطها على شمال حارس المرمى الرائع لمطيع، ويبقى كده صن داونز 1-0 ولسه فاضل 40 دقيقه في المباراه. يفوق الوداد وكل الناس تتوقع ان المباراه كده انتهت وهتفتح بالنسبه لصن داونز، يجي زهير المترجي من ناحيه الشمال يضيع كوره واحده اوفر تتعمل لصامبو وبرضه يضيعها براسيه على شمال ويليامز لحد ما يجي الهدف الاول للوداد المغربي. عرضيه بطعم وريحه علي معلول التونسي الرائع، يحيى جبران بيعمل اوفر عالمي جوه منطقه الجزاء عشان الكره تلاقي راس ايوب العملود ويحطها باقتدار تام على يسار حارس مرمى نادي صن داونز ويليامز، ويبقى كده 1-1 والوداد بدا يرتاح شويه. ولا يدوم التعادل طويلا عشان تيجي كوره اتعادت بالكربون، كوبي بيست بتتعمل من مورينا لجوه منطقه الجزاء على الارض، تتعمل فنت تقريبا من زواني او لاعب صن داونز عشان توصل للتشالوليلي اللي واقف على نقطه الجزاء عشان يسجل منها الهدف الثاني لنادي صن داونز. ونرجع تاني لنفس النقطه، نقطه ان الوداد المغربي مش هيقدر يتعادل وان الوضع كده مؤهل لنادي صن داونز، عشان يجي يحيى جبران الظهير الايسر الرايق ويعمل اوفر لجوه منطقه الجزاء، ويجي مافالا ويغير كل التوقعات ويحط رأسيه صاروخيه
في مرمى ويليامز وفي مرمى صن داونز، وبالتالي يتأهل الوداد المغربي لدور النهائي من دوري ابطال افريقيا بعد التعادل بهدفين مقابل هدفين امام نادي صن داونز. والاهم من كل ده ان كل ده حصل على ارض صن داونز في بريتوريا بجنوب افريقيا. بصراحه مباراه رائعه لفالدنبروك، وشابوه للاعبي الوداد المغربي اللي عملوا اداء رائع جدا بالنسبه للمباراه دي. وخلينا ننتقل معاك لنقطه مهمه جدا، وهي نقطه ليه الاهلي بيخسر 5 على ارض بريتوريا، او خلينا نقول ليه الاهلي بيخسر 5 عموما من نادي صن داونز، في حين ان الوداد قدر ان هو يلعب معاهم ويعمل معاهم يعني حاجات كتير قوي ويصدهم ويقدر ان هو يقف قدامهم وكمان يتعادل ويصعد من على ارضهم. والله بصراحه وعشان اكون معاك منطقي جدا، مفيش حاجه بتدل على ان صن داونز قوي جدا الا يعني حته ان هم كسبوا 5-0 الاهلي مره في الثانيه، مره 2019 ومره السنه دي مع مارسيل كولر. فتقدر تقول يعني مش عارف والله، ممكن نقول مثلا ان صن داونز دي فقاعه اختلقها النادي الاهلي بعد ما خسر من صن داونز مرتين ورا بعض ب5 اهداف. فمش عارف بصراحه، الوداد المغربي تعامل تعامل قوي مع صن داونز، وصن داونز عنده ثغرات كتير جدا جوه منطقه الجزاء بتاعته، او بمعنى اصح في الشق الدفاعي. الاوفرات عليه لو تاخد بالك الهدفين جم من رأسيتين ورقابه ضايعه جدا من خط الدفاع بالنسبه لنادي صن داونز، وكمان خط الوسط ما بقوش بيمتازوا بيه خالص. الفكره كلها في النقل على الارض والتحول القوي والرائع جدا من الدفاع للهجوم، والتحول السريع كمان والارتدادات لما بيتعمل عليهم كاونتر اتاك. فاخيرا خلينا نقول مبروك لنادي الوداد المغربي والاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي عربي خالص وللمره الثانيه على التوالي. نتمنى من الله تعالى ان شاء الله فوز النادي الاهلي. طبعا انا بشجع النادي الاهلي، كل الاحترام لاخواتنا المغاربه، وشجعناكم والله في منتخب المغرب وفي كاس العالم وكنتوا عاملين اداء رائع. واخيرا دمتم في امان الله. وطبعا قبل ما اقفل الفيديو عاوز اشكر كل الناس اللي لسه مشتركه جديده في القناه، والله انتوا نورتونا وكلكم على راسنا من فوق، سواء كان مغاربه او توانسه او مصريين، طبعا كلكم على راسنا من فوق. دمتم في امان الله. واخيرا اعملوا لايك للفيديو لو انتم بتتفرجوا اول مره، ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. واخيرا سلام عليكم.